السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف 4 رمضان. أنا عارفة إن أنا جبت عليكم امبارح، حقكم عليا، أنا آسفة، بس أنا كنت معزومة امبارح عند أختي في البيت، وللأسف إن أنا اتأخرت شوية عقبال ما يوسف جه من التمرين، ونزلنا ولمينا الأكل والحاجات اللي كنا عاملينها، ورحنا وصلنا عند داليا كان الأذان أذن أصلا، فما كانش فيه أي حاجة أقول لكم عليها، لأن أنا أصلا بالفعل كنت رايحة متأخرة جدا جدا جدا. وبما إننا النهارده زهقنا حقيقي من الاكل خلاص، لان احنا كل يوم في بيت مننا بيشتغل، يعني يوم بيت وفاء مطبخ وفاء بيشتغل، اليوم التاني داليا بيتها بيشتغل، اليوم التالت بيتي انا اللي بيشتغل او مطبخي يعني اللي بيشتغل، وكلنا بناكل مع بعض. فالنهارده احنا قررنا ان احنا ناكل حاجات مختلفه كتير، منهم حاجات كنا طبخناها امبارح مثلا واول وما خلصتش، فقررنا نحطها النهارده ونعمل جنبها شويه حاجات خفيفه. ماما قررت النهارده تذهلنا وتعمل عجه، معرفش ايه علاقتها برمضان العجه، بس هي ماما قررت فجاه تعمل، واقفه ورا اهي قول لهم هاي، فقررت تعمل عجه النهارده. عجه اسكندراني. عجه اسكندراني، ماما قررت تعمل عجه اسكندراني. بصوا اهي، لا ما عارفين العجه الاسكندراني. عاملاها حاجات كده. داليا قررت انها عايز تاكل فول، فداليا جايبه طبق الفول وجايه. انا بقى النهارده تفننت في الحلويات، وقررت ان انا اعمل شويه بتنجان مقلي وبطاطس محمره ومكرونه بالصلصه، وبقيت الحمام بتاع امبارح، احنا امبارح كنا عاملين حمام. فالاكل النهارده كله ملخبط، ليفت اوفرز من عند داليا، ليفت اوفرز من عندي، الحاجات اللي اتبقت يعني. بس بقى الحاجات اللي ما اقدرش اكلها ليفت اوفرز، او ان هي تبقى حاجات باقيه من امبارح، الحلويات. انا مفيش حلويات بعملها بتقعد، فالنهارده انا عملت صنفين حلويات او 3 اصناف جداد هوريهم لكم دلوقتي. مبدئيا ده جلاش متقطع مثلثات واتحط في الصواني لحد ما خد اللون ده، بعد كده طلع حشيته حشوه جديده، بس يا رب تعجب. عملت جزء بالقشطه وهحط عليه بدل العسل لبن مكثف، لان حسيت انه في التحليه احلى من العسل. اوكي. الحاجه الثانيه بقى، العجينه الثانيه اللي عملتها كانت قشطه مع موز مع عسل، وحطيته في القطايف ساندوتش. دي قطايف جبتها عادي جدا من عند اي حد قالتها، عملتها زي ساندوتش كده، وحطيت من جوه الحشوه اللي بقول لكم عليها، اللي هي الموز مع العسل مع القشطه. ده الصنف التاني، وفي الاخر هحط عليه اللبن المكثف اللي قلنا عليه. ده بقى الصنف التالت. ايدي هتتلسع، لحظه واحده اجيبها لكم. ايدي هتولع تقريبا وانا هجيبها. ده الصنف التالت، صينيه جلاش برده عليها شويه سمنه محطوطين في الفرن لحد ما خدوا اللون الذهبي ده، بعد كده طلعتهم حطيت عليهم لبن مكثف وقشطه. تمام. ايه تاني يا ماما؟ عاملين ايه تاني النهارده عشان نسيت؟ انا كنت عايزه اشرح لهم اللي انا عملته ده بقى. ماما عايزه اشرح لكم بقى عملت العجه ازاي، بس انا هوريكم حاجه تانيه مختلفه جدا جدا. قررت اكل ستريبس النهارده، ستريبس سبايسي تحفه، مستنيه الاذان يدن علشان على طول يعني هفطر عليها النهارده. نفسي فيها قوي 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 قوي، وما صدقت قالتها النهارده وطالعه سخنه وتحفه. وده طبق البتشنجان، مش حاطين عليه اي حاجه على فكره، احنا بنقليه وبناكله كده على طول. تعالوا تنوروا كل الناس اللي عايزين يجوا يفطروا دول. ممكن نعمله برضه بالخل والثوم يعني. لا بس انا بحبه ساده يعني، بس انا هي بتحبه ساده. انا بحبه ساده كده، باكله بالعيش بيبقى تحفه. النهارده استنوني ان شاء الله مع فيفي عبده الساعه 8 على ام بي سي مصر 2، لو انا قلت الميعاد صح. ان شاء الله تشوفوني معاها النهارده، واللي ما لحقش يشوفني معاها في الحلقه وهي بتتذاع مباشر يقدر يشوفنا على ابلكيشن شاهد طبعا، لان البرنامج عليه، والبرنامج اصلا انتاج ام بي سي. وكمان بالليل من 10 ل 12 مع انجي علي في نجوم اف ام. استنوني يا رب ان شاء الله تتبسطوا وانتوا بتتفرجوا على الحلقتين. و المسلسل اخباره ايه؟ محدش قال لي المسلسل اخباره ايه لحد دلوقتي. بتتفرجوا على كلهم بيحبوا مودي ولا لا؟ مسلسل الحمد لله عامل صدى لطيف، ردود الفعل على دوري عجباني جدا 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 جدا. الناس كلهم حاسين ان انا عامله شيء مختلف وعامله شيء جديد ومركزه قوي في الشخصيه. فالحمد لله انا مبسوطه جدا ان انا عملت المسلسل ده السنه دي، مبسوطه جدا بشغلي مع استاذ ايمن سلامه واستاذ احمد شفيق ومها سليم، طبعا ياسر جلال والجميله ميرفت امين، وكل الابطال الامارات الحلوين، البنات القمر اللي معانا في المسلسل كلهم. هدى الاتربي، جوري بكر، يمنى طولان، اخواتي الاثنين سمر وهلا او هاله يعني. بصوا احنا عاملين مسلسل لطيف ظريف، اتفرجوا عليه، بيتذاع على اون اي الساعه 12 وربع، دي الحلقه الجديده، بيتذاع على قناه ابو ظبي الساعه 8 مساء. اتفرجوا عليه ان شاء الله يعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. ماما مش هتقول لهم انت عملتي العجه ازاي؟ اشرح لهم اهو. قولي بسرعه انا هقول لهم. العجه اولا بتتعمل
الاول بنحط البيض، البصل البصل وبنقليه بالبصل وبعد كده بالزيت. نحط عليه قطعتي حاجه خضراء يا ماما، ايه اللي بتاع الخضراء دي؟ قطعت عليه البقدونس. ده البقدونس؟ بعد ما بيستوي البصل يحمر، بعد ما نحط عليه البصل البقدونس. بيصفر بنحط له البقدونس. البقدونس وبعد كده نحط عليه ايه؟ ايوه هو ايديك بس انا تمام بس كده معاكم. بص هو أهو. اهو قرص العجة وادي قرص العجة تاني. بيتحط بقى ايه؟ الاول بصل طماطم. يتحمر وبعد ما يتحمر نحط عليه الطماطم. واول ما تستبك كويس قوي الطماطم نروح حط عليها بقى بعد ما تبرد بالبصل نروح حط عليها البقدونس بتخرط برفيع وبعد كده نقلبها كتير. نكون حاطه شويه دقيق مع شويه ميه صغيرين مع شويه كربوناتو ونقلبهم جامد. وبعد كده نروح حاطينهم ايه على البصل مع 10 بيضات او 8 بيضات على حسب بقى الكميه، يعني انتوا تعرفوا انتوا محتاجين كام بيضه اكتر فيها ونحطهم مع بعض. ودي في النهايه بتبقى زي الطعميه بس حاجه ايه لطيفه ولذيذه جدا. ممكن اولادك يروحوا بيها المدرسه الصبح فكرتيني احنا ما قلناش الطعميه وده اللي جايبه فول. بصوا احنا النهارده المنيو ملخبط لخبطه مش طبيعيه، بس ان شاء الله هناكل اي حاجه، هناكل الموجود. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، بحبكم قوي، باي باي، روحوا افطروا بقى.